قبل ما اختم عايز ابشركم بشرة جميلة قوي، بشرة جميلة، ازف اليكم بشرة جميلة. اخيرا نطق، اخيرا اتكلم. بقالي سنة دلوقتي عمال اقول انطقوا، انطق يا شيخ حسان، انطقوا يا مشايخ، قولوا كلمة حق لله. ياه كم انا سعيد. اخيرا الشيخ محمد حسان بيطلع بيان، الشيخ محمد حسان بيطلع بيان. تنفع مقدمة للحلقة بعد كده. الشيخ محمد حسان طلع بيان، اروع بيان، اجمد بيان، احلى كلام بيتقال من الشيخ محمد حسان. اخيرا اتكلم. يا وقال: محاولات اسقاط مصر واغراقها في الفوضى خيانة عظمى. صح؟ طبعا صح، الراجل ما غلطش، الكلام مظبوط. اللي بيحاول يسقط مصر ويغرقها في الفوضى دي تبقى خيانة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ودمت عونا للطغاة والظالمين والمستبدين، ودمت سندا للمجرمين والخونة، ودمت شيخا من شيوخ السلطان، ودمت تحت حياء العسكر. قال الشيخ في بيانه: إن أي محاولة لإسقاط مصر وإغراقها في الفوضى الهدامة خيانة عظمى. والله العظيم الكلام صح، والله الكلام صح، أنا مش بتريق، الكلام فعلا صح. لا تقع أبدا من أي مسلم مخلص، صح، أو وطني صادق، صح. وأشار إلى أن حادث الشيخ زويد الإجرامي أو أي تفجير آخر في أي مكان على أرض مصر الطاهرة هو عمل محرم لا يدعمه شرع ولا عقل ولا يرضي ربا ولا يبني بلدا ولا يخدم إلا أعداء مصر في الخارج والداخل. صح، سقط. مؤكدا على حرمة الدم المصري كله من أبناء الشعب والجيش والشرطة. وأضاف: صدقت طبعا، صدقت. وأضاف في بيان نشرته الصفحة الرسمية لقناة الرحمة على الفيسبوك أن أخطر ما يهدد الأمن القومي المصري هو غياب السلم المجتمعي وانتشار روح الحقد والكراهية والانتقام. صح، صدقت. ولا مخرج من هذه الأزمة الخطيرة إلا بالعودة إلى الله. صدقت. وتحقيق العدل التام. صدقت. وتغليب صوت العقل. صدقت. والقصاص المنجز أو الناجز، والصدق والوضوح في إعلان الحقائق للشعب. أنا هبروز البيان ده، البيان ده أنا هبروزه. حد فاهم حاجة؟ حد فاهم حاجة من البيان؟